أختي، يا فخر أبيها وعز أخيها، أرجوك لا تكسري ظهر أبيك. أبوك شاب رأسه واحدودب ظهره، وهو يسعى لأجل أن يجعلك تحيين حياة كريمة. أرجوك لا تكسري ظهر أبيك ولا تخذلي أخاك. لا تصدقي كلام الذئاب، لا تصدقي كلام السفهاء هذه الأيام. المشاكل التي تحصل في البيت تذهبين لتقولين لهذا وذاك. أرجوك لا تكسري ظهر أبيك. اليوم والله لا أدري، هل حقيقة أن هذا يحصل في اليمن؟ أنتم مصدقين أنه هذا في اليمن؟ امرأة تحرق زوجها هنا في المدينة، ورجل أقل ما يقال عنه ذكر في اليمن يهدد امرأة، يبتز امرأة. يا ناس، نحن قبل سنوات كنا نؤمر النساء، كانت النساء عندنا ملوك، واليوم شخص بلا دين بلا غيرة بلا حمية، ما عندك أهل في البيت، يهدد امرأة ويجعلها تقتل زوجها، والآن هي في السجن، شردت أسرة. والله لو لم يدخل الشيطان عليها من مدخل لما وصلت إلى هذا المواصل. وهذا الكلام لك أنت يا من تريني، ولك أنت يا من تراني. أختك أو أنت أخوك يفاخر بك المجالس، وأبوك يراك طريقه إلى الجنة، فلا تكسري ظهره. اقطعي العلاقات اللي انت قاعدة تعيشها الآن، اقطعي العلاقات قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. أرجوك لا تكسري ظهر أبيك. أبوك يراك أنك طريقه إلى الجنة، أبوك يراك أنك طريقه إلى الجنة. أبوك يفاخر بك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، وأنت لم ترفقي بنفسك. أرجوك ارفقي بحالك. أرجوك ارحمي أباك الذي شيب راسه وحدود بظهره وهو جالس يشقى عليك. زوجك اللي متغرب لقل يصرف عليك، لا تخونيه في عرضه. ائتمنك على نفسه، على شرفه، على بيته. راقب الله سبحانه وتعالى. لا تصدق الشياطين. هؤلاء لا تصدقيهم، إنما هم شياطين بلباس إنس. والله أنا ما أدري كيف تجرأت أني أسجل هذا المقطع، ولكن أرجوك لا نريد أن نصل إلى ما وصلنا إليه أمس. أرجوكم توقفوا إلى هنا ويكفي. وقف يا أخي، وقف. إني أخاف الله رب العالمين. توقف، عد إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم رجال ونساء، كفى. اليوم أنت تهدم ما بناه رجل آخر، غدا سيأتي أحدهم ويهدم ما بنيته. غدا سيأتي أحدهم ويكسر قلب ابنتك. غدا سيأتي أحدهم ويهدم ما بنيته.